ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الحلاوة دي؟ الطعمة دي اللي خلاني عملت الفيديو ده. انا شفت فيديو ل يعني شيف كبيرة او يوتيوبر كبيرة عاملة فيديو عن الرز المدسوس. تمام. وما شاء الله الفيديو جايب مشاهدات فظيعة. هو مش رز مدسوس، هو يعني الرز اصلا معجن. الرز معجن، هو بس باقيله شويه سكر ويبقى رز بلبن محطوط في الفرن. يعني ليه وش، هو ناقص له بس شويه سكر ويبقى رز بلبن. ده مش رز مدسوس. الرز المدسوس هو ده ده شايفين؟ بصوا، ده الرز المدسوس. وفي حاجة كمان، في ناس بتعمل الرز المدسوس بعد ما تحط له اللبن والملح وتحطه في الفرن ويطلع خلاص يخت تسقيه السمنة. بتسقيه السمنة، تسقيه السمنة بتلمعي الحباية من بره مثلا. السمنة لما بتتحط في الآخر الرز طبيعي، الرزاية استوت وشربت من اللبن. مش هتشرب سمنة، هي هتلمعها من بره بس، هي مش هتشرب. خلاص هي شربت رز واستوت، مش هتشرب تاني. فانت لما تسقيها السمنة في الاخر انت بتديها طعم وبتلمعيها من بره. لكن السمنة لما بتتحط مع الاول مع الرز واللبن، الرزاية بتشرب سمنة ولبن، فبالتالي بيبقى هو ده ريحة الرز. هو ده. بصوا شايفين الوش عامل ازاي؟ يعني في ناس تقول لك لا، اصل احنا لو حطينا السمنه في الاول الرز ما بيبقاش ليه وش وبيبقى مكتوم وبتاع. مكتوم ايه؟ شبه الكيكه واعلى من الصينيه. اعلى من الصينيه. شايفين الوش بتاعه؟ بصوا 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 الوش يعني الرز اهو. بصوا بقى، شايفين الرز اول ما عملت عمل ايه؟ الرز ينبدر بالحبايه مع انها مستويه. بصوا هو سخن جدا على فكرة، يعني بصوا الرزاية مستوية اهي مستوية، وبرغم انها مستوية وشاربة لبن وسمنة يعني بصوا عند بس الإضاءة. بصوا الإضاءة ظبطت اهي. بصوا برغم ان الحباية مستوية اهي. بصوا مستوية ماشي، والرز ينبطر بالحباية. اما الوش اهو، شايفين اهو الوش الصينية. تمام. في ايه بقى؟ لو نزلنا تحت عارفه هتشوفوها ولا ايه؟ الارضيه مستويه. بصوا هو ده رز المدسوس. طريقه تانية. طيب نعمله ازاي؟ يلا بينا على الفيديو. دلوقتي طبعا هنجيب اي صينيه موجوده عندنا وهنعمل لها مقدار معين. الرز الناشف بيكون عباره عن عقله صباع واحده، والفارغ اللي فوق الرز عباره عن عقلتين زي ما انتم شايفين كده. يعني الرز عقله صباع والفاضي من فوق الرز عقلتين من الصباع. ده اي صينيه موجوده عندك تقدري تعيريها او تعبريها بالمقدار ده. بعد كده بغسل الرز كويس مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الميه بتاعته تروق، وبحط عليه مقدار الملح اللي انت شايفاه مظبوط بالنسبه ليكي.
وبعد كده بجيب الصينية وبحط في الأرضية بتاعتها السمنة على حسب ما انت عايزة، سمنة زبدة جاموسي، سمنة زبدة بقري، أي حاجة انت عايزاها. بحط مقدار سمنة في الأرضية بتاع الصينية، وبعدين بحط عليها الرز كله، وبعد كده بحط كام قطعة من الزبدة كده أو السمنة الصفراء أو السمنة البقري على وش الصينية، كام قطعة كده بفرقهم على الوش، لكن يعتبر كل السمنة محطوطة في أرضية الصينية، اللي على الوش دول يا دوبك كام حتة كده. وبعد كده والسمنة طبعا بتشوفيها على حسب الصينية اللي انت بتستخدميه. بعد كده بحط اللبن، بملى الصينية باللبن، ما بسيبش فيها غير حوالي 2 سنتي بس. بملى الصينية باللبن، ولو محتاجة شوية مية، ده لبن جاموسي، فلو محتاجة شوية مية بزود لها شوية مية، شوية مية كده صغيرين. ما بسيبش الا 2 سنتي بس من الصينية. وزي ما انتم شايفينها جوه الفرن اهي بتغلي، وده شكلها بعد ما طلعت عفوا طلعت من الفرن. الرز طبعا مفلفل كده والله الواحد تعبان الحمد لله. وزي ما انتم شايفين الوش بتاعه كده وشكله يفتح النفس.